في ذلك الركن المنسي من المدينة، حيث تمر الشاحنات القديمة وتثير الغبار، وتتشابك أسلاك الكهرباء فوق الرؤوس كأنها شراك القدر، وتتفحم الأبواب من شدة الشمس، كانت هناك عائلة تعيش في صمت، لكنها لم تكن ميتة، كانت فقط تنتظر اللحظة المناسبة للانفجار. كان الكوخ الذي يسكنونه لا يكاد يسمى بيتاً، لم يكن فيه ما يطمئن، لا جدران تقاوم الرياح، ولا سقف يصد المطر، ولا أرضية تمنع الحشرات من الغزو الليلي، لكنهم عاشوا فيه. لم يكن لديهم خيار، لم يكن هناك مكان آخر، لم يكن لديهم خريطة للحياة، ولا دليل يعلمهم كيف يخرجون من الظلام. كل ما كان لديهم هو بعضهم، وصمت ثقيل، وعينان مفتوحتان على اتساعهما لا تنامان، تبحثان عن شيء لا يعرفانه بعد، ربما مخرج، ربما معجزة، أو ربما مجرد إشعار بأنهم ما زالوا أحياء. الأب كان يعمل في النجارة، ليس لأنه يحب الخشب، بل لأنه لم يكن يملك شهادة، ولا واسطة، ولا خيار. كان يقضي النهار كله في الورشة، يحمل الأخشاب، يقطع، يدق، يصب العرق، ويكبت الألم. يده اليمنى مصابة منذ عامين، لكنه لم يتوقف. يده اليسرى صارت خبيرة في تحمل كل شيء. لم يكن يتحدث كثيرا، لكنه في داخله كان يصرخ. كل قطعة خشب يصنعها، كل لوح يثقبه، كان يحشو فيه شيئا من غضبه، شيئا من حلمه المقموع. وكل مساء كان يعود إلى البيت، يضع رأسه على وسادة متهالكة، وينظر إلى السقف ويهمس: أنا لست خاسرا، فقط متأخر. والأم، يا إلهي، أي صبر ذلك الذي كان يسكن عينيها. كانت تبيع الخضار، لا في سوق محترم، بل على الرصيف، بجانب البالوعات والمارة المستعجلين، والشرطة التي كانت تطردها أحيانا بلا رحمة. كانت تجلس هناك بالساعات، والشمس تلهب وجهها، والعرق يبلل حجابها، والطفل الأصغر على ظهرها نائم، لا يدري أن أمه تبتلع الغصة كل دقيقة، وتضحك فقط كي لا يبكي. كانت تعرف الأسعار، وتحفظ وجوه الزبائن، وتحسن البيع، ليس لأنها درست التجارة، بل لأن الجوع علمها أن الفشل ليس خيارا، وأن الخسارة لا تطاق حين تنتظر في البيت 3 أفواه جائعة. أما الأطفال فقد كانوا رجالا بأجساد صغيرة، لم يدللهم أحد، لم تشترى لهم ألعاب، لم يؤخذوا إلى مطاعم. كانوا يذهبون إلى المدرسة وهم جائعون، ويعودون وهم أكثر جوعا، لكنهم كانوا يدرسون، ليس لأنهم يحبون الرياضيات، بل لأنهم آمنوا أن الورقة والقلم قد تكون القشة التي تخرجهم من المستنقع. كانوا يدرسون على ضوء شمعة، وكانوا يتشاركون كتابا واحدا، وكانت الأم تقول لهم: أنتم لن تبقوا هنا، صدقوني. السنوات مرت كأنها أبد، لا شيء كان يتغير بسرعة. التغيير الحقيقي لا يأتي راكضا، بل يزحف. أحيانا كان يبدو أن كل شيء سيتحطم، أحيانا كانت الأيام تتآمر عليهم. ذات مرة سرقت الخضار كلها من عربة الأم، فبكت لساعات. وذات مرة سقط الأب في الورشة وأصيب بظهره، فلم يعمل لأسبوع. وفي مرة أخرى مرض الطفل الأوسط مرضا شديدا، ولم يكن في البيت ما يكفي لشراء الدواء، فباعت الأم خاتم زواجها، لكنهم استمروا. هذا هو السر الذي لا يقال في كتب التنمية البشرية. لا يتعلق الأمر بالإيجابية أو التفكير الإيجابي أو جذب الكون، الأمر يتعلق فقط بالاستمرار، رغم كل شيء، رغم كل انكسار، رغم أن كل يوم يبدو أنه لن ينتهي، رغم أن الجوع يحولك إلى كائن آخر، رغم أن العالم لا يسمعك ولا أحد يراك. الاستمرار حين لا يوجد سبب للاستمرار هو بحد ذاته معجزة. ثم بدأ كل شيء يتغير، ببطء، بهدوء، بصمت، كأن الله يختبرهم. الأب افتتح ورشة صغيرة لا تتجاوز حجرتها 3 أمتار، لكنها كانت ملكه. صنع فيها أول طاولة وباعها، ثم صنع كرسيا وباع، ثم أتاه زبون فأوصى على غرفة نوم. وبدأ الاسم ينتشر، ليس لأنه كان أرخص، بل لأنه كان الأصدق. والأم استأجرت محلا صغيرا وبدأت تبيع من خلاله. زادت الأرباح، اشترت ثلاجة، بدأت توسع. فجأة صار لديها عاملان يساعدانها، ثم افتتحت فرعا ثانيا، ثم مخزنا، ثم بدأت تبيع بالجملة. والأطفال؟ الطفل الأكبر أصبح أول من يدخل الجامعة في العائلة. الصدمة لم تكن أنه دخل الجامعة، بل أنه تخرج منها بتفوق وعمل، وفتح مشروعا صغيرا في تصميم الديكورات. الطفلة الوسطى دخلت كلية الطب، رغم أنها كانت تدرس على دفتر قديم ممزق. أما الطفل الأصغر فكان عبقريا في البرمجة، تعلم كل شيء من هاتف قديم، وأصبح يصمم تطبيقات وهو في عمر 16. وهكذا شيئا فشيئا انقلبت الحياة. تحولوا من عائلة تطرد من الشارع
إلى عائلة تستضاف في المؤتمرات، من عائلة تخاف من الغد إلى عائلة تصنع المستقبل، من فقر كاد يبتلعهم إلى ثروة لا تقاس فقط بالمال بل بالكرامة. لكنهم لم ينسوا الليالي الباردة، ولا الوجبات التي لم تكن وجبات، ولا الحذاء المثقوب، ولا الدعاء في منتصف الليل، ولا ألم السكوت حين لا تملك حق الاعتراض. ولهذا عادوا إلى حيهم القديم، بنوا مدرسة، وبنوا مشفى، وبنوا مسجدا، وبنوا مقهى صغيرا مجانا ليجلس فيه من لا يملك ثمن القهوة ويشعر أنه إنسان. لأن الغنى لا يصنعك، ما يصنعك هو ما مررت به وأنت فقير، هو الألم الذي جعل عينيك لا تضحكان بسهولة، هو الوجع الذي علمك أن كل شيء ينتزع لا يمنح. ولذلك إذا كنت في الظلمة الآن، إذا كنت مكسورا تائها وحيدا، لا تيأس، بل قل في سرك: أنا لست ميتا، أنا فقط أستعد. وإذا ألهمتك القصة لا تنسى تشترك في القناة، لأن كل قصة بنرويها هنا ممكن تغير حياة، ومين عارف، يمكن القصة الجاية تكون قصتك.